تخيل إنك ماشي في يوم طبيعي جدا، بتفتح موبايلك بتشوف السوشيال ميديا، محتار تبدأ مذاكرة ولا تكمل في الجيم ولا تخرج مع أصحابك. كل حاجة حواليك بتحركك، لكنك قليل جدا بتقف وتسأل نفسك: هو أنا فعلا اللي ماسك حياتي ولا الحياة هي اللي ماشية بيا زي موج البحر؟ اللحظة اللي السؤال ده يدخل دماغك بتبدأ الرحلة اللي الكتاب ده معمول علشانها، رحلة إنك تبقى الشخص اللي يقرر مش اللي يتسحب. في البداية لازم تفهم إن شين كوفي مؤلف الكتاب ما كتبهوش علشان يعظك، بالعكس، كتبه بعد ما شاف قد إيه حياة المراهق عاملة زي متاهة كبيرة، ضغوط من الأسرة، دراسة، علامات، مستقبل مجهول، علاقات بتتبدل، ثقة في النفس بتطلع وتنزل. فقرر يقدم 7 عادات لو دخلت في دماغ أي حد في سنك هتبقى بالنسبة له زي GPS يطلعه من المتاهة من غير ما يتوه كل شوية.